عايز تبقى غني معاك فلوس كتير، تركب عربية آخر موديل وتسافر كتير، كل ده ممكن يحصل. بس الحقيقة انك لازم تبقى عارف بتجيب الفلوس منين وبتودي الفلوس، وايه الحاجات اللي تبعد عنها قبل ما تخسرك كل حاجة. ناس كتير دخلوا منصات زي اولمبي تريد واكسبرت اوبشن فاكرين نفسهم دخلوا طريق الغنى، كل يوم الوفات هتدخل لهم، بس الحقيقة ان دي اول خطوة في طريق الخسارة. السلام عليكم. كتير مننا وهو قاعد على السوشيال ميديا بيقابل اعلانات بتظهر له ادخل تداول واربح في كل دقيقة مبالغ مهولة. بس السؤال هنا، هو ده فعلا حقيقي؟ في منصات كتير معروفة وبنشوفها كتير وناس كتير بترشحها لنا عن طريق السوشيال ميديا والإعلانات تحت مسمى التداول. هي ببساطة هتحمل البرنامج، هتخش عليه، هتفعل الحساب، هيديك حساب تجريبي تدرب عليه، وبعد ما بتتدرب بيقولك فعل الحساب الحقيقي. تخش تفعل الحساب الحقيقي، تبدأ ان انت تحط فلوسك، وهي انك هتحط فلوسك وتبدأ تراهن مش تتداول. وهي عملية سهلة جدا، انت بتحدد المبلغ والوقت وتبدأ تدوس شراء او بيع، وخلال الوقت اللي انت محدده يا تكسب يا تخسر، وفي الحالتين هتلاقي في حماس بيشدك للي بعده. زي مثلا لو كسبت هتبقى عايز تزود المكسب تاني فهتبدأ تزود في الفلوس، انما بقى لو خسرت هتبقى عايز انك تعوض خسارتك، تبدأ تشحن تاني وتالت ورابع. لان المنصات دي مشابهة كتير بالمراهنات، لانك بتراهن مش بتتاجر، وفي الاول وفي الاخر المنصة كسبانة. طيب وايه البديل؟ البورصة المصرية، لان ببساطة هي مش لطبقة معينة من الناس ولا لفئة عمرية معينة، ممكن من سن 16 سنة تتداول في البورصة المصرية، وده عن طريق شركات الوساطة المالية، ودي موجودة في كل محافظات مصر. تشتري أسهم في شركات حقيقية ليها أرباح وتاريخ وسوق واضح، غير إن الشركات دي كلها تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. يعني ببساطة فلوسك كده مضمونة، ده غير إنك هتقدر تتابع استثمارك بنفسك وتسحب فلوسك وقت ما هتحب، ومخاطرة قليلة. فكر كده بجد، أنت عايز تكسب كويس ولا تخسر من قبل حتى ما تبدأ إنك تغامر؟ ساعتها بس هتختار صح. بس في سؤال هنا، جربت قبل كده منصة منهم كسبت منها ولا خسرت؟